الحمد لله الواحد هدي وقال يعني يطلع يتكلم كلمتين كده بخصوص ماتش امبارح بتاع الأهلي وباتشوكا. الأهلي خسر فيه بضربات الجزاء، أو بمعنى أصح نتكلم عن أسباب خسارة الأهلي. فأول سبب عندنا هو مجلس الإدارة اللي ما دعمش وسابك في عز أصلا ما كهربا كان متألق. احنا كنا بنطالب بمهاجم كمان مع وسام، عشان احنا عارفين ان كهربا مش سترايكر، وغير كده كهربا بقاله فترة اصلا مستواه ضايع، البدني بتاعه ميت، هو اصلا ما بيطورش من نفسه. آه والسبب بعد الادارة نيجي لكولر، اللي هو عنده اصلا يعني كذا حاجة سلبية في الماتش ده. حضرتك انت يعني ملاحظ ان اللعيبة بتحنكش كده قدام؟ ليه مثلا ما تسحبش امام وتنزل بدري قفشة، تنزله الدقيقة 60 ولا تنزله الدقيقة 57 ولا 56، يبدأ معاك الشوط التاني، كان هيبقى فيه شكل أحسن من كده. وليه تاو موجود لحد دلوقتي؟ ليه في ماتش مثلا زي ده ما تنزلش واحد زي رضا سليم، لعيب جراي لعيب سريع، كان هينشط لك الحتة دي؟ انت ليه بتدفن اللعيبة دي؟ انا عايز افهم يعني، بجد يعني، من كريستو اللي كان قبل كده برونو سافيو، اللي ده في ايه يعني بجد؟ فبجد نتيجة يتحملها الاتنين دول. ونيجي برضو لتالت سبب هو كهربا. يعني انت ليه يا اسطى انت متخصص كل كل كاس عالم ولا كل بطولة قارية تضيع كرة زي دي مرة واحدة، اللي هي بتاعت فلومينيزي اللي انت ضيعتها في الستة ياردة بطريقة غريبة، وضيعت ديت اللي هي اسهل اصلا كمان، اللي هي انت في حد بيلم الحارس على الواسع كده؟ ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ ف بجد يعني الواحد شكله اصلا دلوقتي اسلوبه في الكلام غير امبارح. انا استنيت لحد ما هديت خالص، عشان حرفيا امبارح ما كنتش هقدر يعني كنت اقول كلام ما ينفعش من الاخر. بس اهم حاجه بقى، انت عندك فتره انتقالات شتويه لازم تعمل فيها كذا صفقه. هما دلوقتي هيجيبوا اهو حمدي فتحي، هيخلصوا معاه، هيجي خلصوا معاه، هيجي اعاره في المونديال يعني بطوله كاس العالم بس. بس احنا محتاجين كذا تدعيم. انت محتاج وينجات عامه، محتاج قلب دفاع كمان معاك. احنا محتاجين حاجات كتير، محتاجين معلول يرجع عشان احنا والله لازم تعبنا. ويحيى عطية الله ما شاء الله وزنه زايد، وحتى العرضيات بتاعته ما بيعملش عرضيات، واصلا ما فيش حد يسنده جوه البوكس، ولا بيبقى فيه كثافة هجومية عشان يعمل لهم عرضيات. هيعمل عرضيات على الفاضي يعني ولا ايه؟ نتمنى يعملوا تدعيمات، نتمنى يكون دي ارسة ودن، نتمنى انهم يستفيدوا ويعملوا حاجة. احنا هنخسر ايه تاني يعني اكتر من كده؟ انت المفروض داخل على بطولة كاس العالم، ولا انت ناوي في كاس العالم اللي هي تلاقي الفرق كلها اللي حواليك عاملة تدعيمات وعاملة جايبة لعيبة من جميع انحاء العالم وجايبة صفقات؟ يعني انت متخيل اصلا لعيب المغربي اللي هو ادريس اللي بيلعب في باتشوكا ده بياخد اقل من تاو؟ وحرفيا الواد بصراحة كان عامل ماتش جبار. الشوط الاول بالذات يعني كان ليه كورتين كده، وباتشوكا يعتبر ما جالهمش الا بتاع 3 فرص في الماتش كله. منهم اصلا كان كورتين سبب ده كان ان هو عامل اساسي فيهم، بياخد اقل من تاو. انت متخيل يعني؟ احنا محتاجين مدير تعاقدات، محتاجين لجنة تخطيط عدلة فاهمة في الكورة، فاهمة انها تجيب لعيب كويس، لعيب هيفيد النادي، مش تجيب لنا لعيب بيتصاب، لعيبة مستشفى، مش جايبه لنا لعيبة اللي هي بتلعب موسم وموسم لا. كل الدعم للنادي الأهلي، وبإذن الله يحصل الكلام ده، عشان لو حصل غير كده هيبقى يعني المفروض دي أصلا نقول دلوقتي الإقالة للمجلس كله. بس يعني نتمنى يعني يعالجوا الموقف، نتمنى اللي هو يبقى درس ليهم، نتمنى اللي هو يبطلوا التعنت، واللي هو انك تدخل في صفقة لا كمل وهات الصفقة، ما تقعدش تسترخص وتجيب لنا. احنا بنجيب لعيبة كاسح وبفلوس برضو بتبقى غالية وبنلبسها احنا. فكل الدعم للنادي الأهلي. النادي الأهلي فوق الجميع، ودي لازم يعني يكون كل الناس اللي عارفاها. النادي الأهلي فوق أي حد بقى، سواء مجلس إدارة أو فوق لعيبة. والجمهور هو رقم واحد في المنظومة، عشان
هو الجمهور هو اللي بينجح المنظومة، اللي قلبه دايما على الفريق، قلبه دايما على الفريق، وعاوز الفريق يبقى في أحسن حال. هو اللي بيبقى عنده طموحات ملهاش حدود، عايز الفريق ده يوصل ليفل محدش وصل له قبل كده. كل الدعم للنادي الأهلي وجماهيره. السلام عليكم.